أعزائي المشاهدين، ازيكم عاملين ايه؟ بعد ما رجعت من صلاة الفجر دخلت غرفتي ومسكت تليفوني ودخلت على قناتي علشان اشوف التفاعل على اخر فيديو، واللي طبعا زي الزفت زي كل مرة. هنا قلت يلا نشوف هنلخص انمي ايه، عشان انا برضو نفسي طويل وبستسلمش. دخلت على انمي واتشر ببص على الانميات، ما لقيتش انميات جديدة. قلت في وهلة كل الانميات دي اكيد اتلخصت على اليوتيوب، انا عايز انمي جديد ما حدش شافه قبل كده علشان ما كملتش كلامي والاقي انمي جديد نزل. قلت بس هي دي الفرصة خلاص. دخلت يلا تحميل، وعشان الباقة جربت تخلص قلت نكتفي بجودة 720 بس. وبعديها قعدت على مكتبي ومسكت قلمي والدفتر وقلت يلا علشان نكتب السكريبت ونعمل عظمه. لحظه بس يا صديقي، اللي انا ما كنتش اعرفه ولا انت كنت تعرفه بس هتعرفه دلوقتي، يعني انه مؤلف الانمي ده وهو بيكتب وكان بيستمد افكاره من التوته بتاعته. مش لازم احلف لك لانك لما تشوفه هتقول نفس الكلام. خليني بس اقول لك ايه اللي حصل مع المؤلف ده قبل ما يكتب قصه الانمي ده. الباشا كان طالب فراخ مشويه من الدليفري وكلها وهو وعياله. الفرخه ما شبعتهوش عشان كده طلب كمان مره، ولما كلها حس انه بالغ شويه في الاكل ودخل الحمام على طول. مفيش شويه وصاحبنا راح في النوم، وحلم انه الفراخ اللي كلها كانت محطوطه قدامه ولكن حيه، وهو بياكلها وهي حيه من دون رحمه، ويسمع وقتها صرخه ديك عاليه ويقوم من النوم مفزوع. وهنا قال خلاص الانمي اللي هكتب وعرفت مين بطله. بس الصراحه قلت اكيد هيعمل بطل جامد بوفتيكا ومفيش حد كده، بس قلت لا هيعمل حاجه افخم من كده. فقلت طيب لو البطل تنين جامد يتحول لبطل بشري، بس قلت لا برضه الفكره دي اتعملت قبل كده. فقلت شوفوا هيختار بطل ازاي. خمن يا صديقي المتابع، يلا خمن. ايه خمنت؟ انا اقول لك مين البطل، ولا انا الوحش العنيف البطل المخيف، الشخص اللي بقدراته هيخلي المؤلف يعملها على نفسه كتير، والا وهو ايوه صديقي البطل دي. ايوه صديقي، ما هو ما دام القرش اتعبى المخ هينام والتوت هتشتغل. بس حرام ما نظلموش الراجل، لا تحكم على الكتاب من غلافه يا اخي. تعال نجرب ونشوف. دخلت انا بقى اشوف الحلقه، وطبعا صدمت في الاول لما شفت البطل دي، وقلت لما نشوف البدايه بقى فتفتكر ماذا تكون البدايه يا صديقي الاوتاكو. البدايه بتكون بزبادي في الخلاط شغال، بس مش في خلاط بل في قفص فراخ. عايز تسميها زبادي في الخلاط او واحد اندومي زي ما تسميها بقى. ولما يطلع الصبح ويجي يديك يسيب الفرخه تقول له رايح فين، يقول له انا ولدت للتجول والترحال، شغل الهدوء والسلام ده ماليش في سكه. فبتقول له يعني كنت تلعب بيا، فبيقول لها لا كنت مستسلم للغريزه الحيوانيه اللي فيا. الديك اللي بيقول كده يا صديقي مش انا، الديك مش انا. المهم دي تبكي وهو يمشي. لا سقف عاليه، لا بجد سقف عاليه. هتقول لي يا محمود انت بتستخف بعقولنا؟ لا والله يا صديقي حاشا لله، انا اقدر اعمل كده برضه. طيب تقدر تقول لي احنا مستفيدين ايه من انمي زي ده؟ هقول لك والله يا صديقي انا كنت متحمس جدا للانمي اللي هينزل جديد، وقلت هكون اول واحد ملخصه. وانت عارف قناتي جديده وفي معركه شغاله بين ملخصين الانمي، بس من حظي جه في وشي كابتن ديك في انمي كامل لوحده. واكيد لما شفت الحلقه قلت انا استفدت ايه. طيب لو لخصته المتابعين استفادوا ايه برضه؟ بس زي ما انت عارف يا بعمو احنا المصريين ما نغلبش. خد يا ابني لخص لي الانمي ده بطريقه مفيده ضحك الناس زي ما انت ضحكت. طيب يا حوده هنستفاد ايه من الفيديو؟ هقول لك هي حاجه واحده، اوعى تدخل تشوف الانمي ده هيلوث عينك ويعفن مخك، وانا انقذتك منه. عايز تعرف حصل ايه في الحلقه في 10 ثواني؟ اقول لك زبادي بالخلاط على الصبح يتعامل كديك ضايع مع الناس والاطفال، وبيخرج وحش بنص المدينه وكان هيقتل طفل وراجل عجوز. دخل انقذهم وصرخ صرخه امراه بتولد فجر بيها دماغ ام الوحش. نظف المكان مع الشباب ورجع يشوف الفرخه اللي سابها تبكي، لقيها تعمل زبادي بالخلاط مع ديك تاني. شافه ومشى وقال يلا على الفرخه اللي بعديها. هو صراحه قال يلا على المدينه اللي بعديها، بس انا عارفه رايح يعمل ايه. انا اسف يا صديقي المتابع على اللي انت شفته ده، بس ما تخافش هقفل الفيديو هنا. ولو وصلت لحد هنا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التعليقات. مش هوصيك على اللايكات والكومنتات طبعا، كده ولا تعملوا لايك ولا بتكتبوا كومنت، واكيد بيشرفني اشتراكك بالقناه. ويلا سلام.